اليوم السابع عامل عنوان لطيف جدا. اليوم السابع بكرة: مصر تعود إلى دولة رجال الأعمال. أحمد عز من قمة السلطة للسجن. عز بالكلبشات في قضية غسيل الأموال، والديب يغيب لإصابته بذبحة، وخيرت الشاطر من السجن للرئاسة. يعني الحقيقة لا حاجة تحرير محترم يعني عمل احمد عز باعتباره رجل اعمال، واحنا ما كناش عايزين رجال اعمال تاني. وهنا خيرت الشاطر، احمد عز كان طليق ومسجون دلوقتي، خيرت الشاطر كان مسجون وبقى طليق دلوقتي. هنا عاملين مقارنه محمد عبد الرازق ومحمود ناصر، اشكرهم جزيلا على هذا التنسيق المحترم. هنا خيرت الشاطر من السجن للرئاسه، المشير اصدر عفوا عن الشاطر لم ينشر في الجريده الرسميه، ومحمد حبيب بيقول ارفض الرئيس التاجر. وهنا في المسألة دي مهمة جدا، يعني المفارقة اللطيفة اللي عملها محمد عبد الرازق ومحمود نصر في اليوم السابع. الأحرار الدكتور محمد حبيب بيقول الشاطر اللي هو خيرت الشاطر هو المرشح التوافقي بين العسكري والإخوان، والانقسامات تعصف بجماعة الإخوان، استقالات جماعية ومظاهرات من الشباب ضد ترشح الشاطر للرئاسة، المستقيلون والكلام لعمرو رشدي وأحمد لملوم وهبة الشاذلي في الأحرار بكرة. المستقيلون يتهمون مكتب الإرشاد بالخداع واتباع سياسة الوطني المنحل. وحتى جريدة بكرة الأسبوعية جريدة الرأي بتقول الشاطر رئيسا، بتسأل كيف يكون الشاطر رئيسا، وهل يترك شباب الإخوان أبو الفتوح وأبو إسماعيل. أحمد أبو بركة بيقول وضع الدستور في أسرع وقت للاستفتاء الشعب عليه. وحمدي قنديل بيقول انتهى زمن الإملاءات في الإعلام. وكلام مهم جدا عن ما يقال وما يتردد عن خيرت الشاطر.